ارضي. هايدي 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 هايدي. تجيبي فلوسنا نجيبك ارضي. تجيبي فلوسنا نجيبك ارضي. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. اكل عيشي هو ارضي. اكل عيشي هو ارضي. من غير حقي انا مش مرضي. من غير حقي انا مش مرضي. هايدي 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 هايدي. هايدي 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 هايدي. من غير حقي انا مش مرضي. من غير حقي انا مش مرضي. يعني انا عايزه افهم، عايزين مني ايه دول؟ هم مش شايفين ان السياحه في البلد وضعها زي الزفت؟ ده بدل ما يحمدوا ربنا ان بقالهم 4 شهور بس ما قبضوش. الشركات التانيه مسرحه موظفينها من 3 سنين، وانا طول الفتره دي وانت عارف بديهم مرتباتهم من جيبي. يعني المفروض اعمل ايه؟ اصرف عليهم؟ اذا كنت انا لسه مش عارفه هقفل الشركه دي ولا هخليها. يا نادر ليه ما حدش بيقدر؟ ليه ما حدش بيحس؟ ممكن تهدي شويه وبعدين تعالي نخرج من باب الجراج وسيبيهم يخبطوا دماغهم في اقرب حيطه. لا، احنا نطلب لهم البوليس يجي يمسك كم واحد فيهم ويهش الباقيين، وبكده هيمشوا على طول بدل ما احنا قاعدين محبوسين في الشركه ومش عارفين نطلع. البوليس مش حل يا نجوان. هايدي انت لازم تطلعي تتكلمي معاهم، اطلعي قولي لهم اي حاجه، اوعديهم مثلا انك هتدفعي لهم نص مرتباتهم اهو يمشي نفسهم بيها. هايدي الناس موقفهم القانوني سليم، وبعدين مفيش اي حاجه مكتوبه في العقود بتاعتهم عن ظروف السياحه. ايه اللي انت بتقوله يا نادر؟ ادفع لهم ايه ونص فلوسهم ايه ويمشوا نفسهم ايه؟ هو انت المحامي بتاعي ولا بتاعهم؟ ولا انت عشان حضرتك انت وخطيبتك بتاخدوا مرتباتكم فيبقى خلاص؟ انا بدفع لك مرتبك انت وسكرتيرتي الاستاذه نجوان عشان تطلعوني من المواقف اللي زي دي. معرفش، لاقي حل، اتصرف. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. الو. ايوه يا حبيبي، ايوه يا مروان. مفيش، عندي مشكله كبيره في الشغل ومش عارفه احلها. معقولة يا حياتي عندك مشكلة؟ وأنا عايش في الدنيا؟ إيه خلاص بقى أروح أموت نفسي. العمال اللي عندي عاملين اضراب وعايزين مرتباتهم، وانت عارف كويس قوي الشركه ما فيهاش فلوس. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ عمال إيه اللي تشغلي بالك بيهم دول؟ ولا تقلقي خالص يا حبيبتي، ما تفكريش حتى طول ما أنا موجود في الدنيا. أمال أنا موجود ليه؟ مش عشان خاطر أريحك؟ بصي يا روحي، أنا عندي برنامج هروح أصوره وأرجع على البيت نتعشى سوا ونقعد ندردش، وأنا عندي حل لكل مشاكلك. فكي بقى، فكي عشان خاطري. يلا حبيبي. بقولك إيه، هتوحشيني أوي 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 لغاية ما أشوفك. باي يا روحي. هلو هلو everybody، ازيكم يا جماعه؟ ازيكم؟ وحشين هايدي يا حبيبتي، وحشاني موت. سوري، ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا. لا لا لا، نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه اهو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لاقرصك. ايه ده يا بابي؟ داخل عليا وساحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين يا حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربية الصراحة، عشان كده حبسوني أنا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي. أنا يتقال لي نجيبك أرضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني. أنا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق. عايزين فلوسنا. عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجاله؟ انا رجعت مسكت الشركه تاني مع بنتي هايدي، وقلت لها ازاي يا هايدي الساده الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات واولاد، ازاي؟ انا دايما احط نفسي مطرح اللي قدامي. انا قررت اصرف لكم ال4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما ال4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. احنا هنصرفهم وهنصفي الشركة
نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساقعة، اللي يفهم في الحاجة الساقعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا ابو طالب بيه، ليه كده بس؟ احنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجه ساعه ايه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا ابو طالب باشا نترمي ونبقى عواطليه بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركه ولا نغير نشاطها الا على جثثنا. هو ايه يا الضرب يا الذبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول. انتوا عارفين ان الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، انما انا اللي اقدر اقوله لكم ان انا اضمن لكم وظايفكم زي ما هي، حد السياحة ما تتصلح والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد اجازة بدون مرتب، وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا. واللي مش عاوز يتفضل يقبض ال4 شهور ويقدم استقالته، وأعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه، وانا معاك يا ابو طالب بيه، كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش يا ابو طالب بيه، عيش يا ابو طالب بيه، عيش يا ابو طالب بيه، عيش يا ابو طالب بيه. ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تاتش ود يعني طلع صايع. شكري، انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعده ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح قصر النيل. انساك يا سلام، انساك، ده كلام. الو. يا بابي، يا بابي، ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي، انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه من اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي، ما يصحش يا بابي. شويه ريسبكت ليا ولجوزي، احنا لينا بوزيشن، لينا ايمج، ما ينفعش كده. الآن من إن السياحة هترجع تاني، لأن أنا متأكد إن شاء الله إن السياحة هترجع. ليه؟ لأنه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فقريه زي امك، مش عارفه توعينا على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا، وقعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا وايه، دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد يا حيلتها. هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبسته انا. هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص من واحنا صغيرين، بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لو ايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحانه. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقوا في البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بايدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده.